السلام عليكم. وصفتنا اليوم كفتة السودانية. طبعا. كل زول عنده وصفته طريقته الخاصة، فدي طريقتي الخاصة، ويعني لو حبيتوها فطبقوها إن شاء الله تنفع. هنجيب بصلة فلفلية، هنقطعهم كويس، هضربهم بالكبة اليدوية، بقيتو مريحاني شديد، ما محتاجة كهرباء، فهضربها كويس. بعد كده هضيفهم للحم بتاعتي. بعد كده هعجن كويس. أهم شي طبعا في الكفتة إنك تعجن قدر ما تقدر، فكل ما عجنت كويس فهتجي معاك طرية وحلوة شديد. المهم هقعد أعجن وأعجن لحد ما كلها تتجانس كويس. هايتو اكتبولي في التعليقات طريقتكم للكفتة كيف، وبتضيفوا شنو وما بتحبوا تضيفوا شنو. هضيف البهارات، ضفت هنا كزبرة، وضفت فلفل أسود، توم باودر، بصل باودر. كمان هضيف قرفة، هضيف السبع بهارات. بعد كده انتوا بتشوفوا عايزين شنو من البهارات هتضيفوه، والما عايزينه ما هتضيفوه. بعد كده الملح حقي على حسب الرغبة، يزول بضيف على حسب الطعم اللي بحبه، كل واحد وطعمه. ما عندي دخل. فبس هقعد زي ما قلت لكم أعجن وأعجن وأعجن وأعجن، هضيف البقسماط عشان تتجانس وتتماسك معي كويس. بعد كده أنا اللحمة بتاعتي ما دهنية شديد، فضفت سنة زيت، وزي ما قلت هفضل أعجن وأعجن وأعجن لحد ما اتماسكت معي كويس. بعد كده هبدأ أشكل فيها. أي واحد يشكل بالطريقة اللي بيحبها، سواء كان صوابع، سواء كان مدورة، المهم هي زولو زي ما هو. هقعد أشكل زي ما قلت لكم، مروني طريقتكم. تعملوا كفتة كيف، بتضيفوا لها شنو، و هقعد أشكل. المهم خلصت. بعد كده الحمد لله حاجة أحمرها طبعا. دي بوريكم كفتتي كيف. هجيب طماطم، هضربها للصوص طبعا. هضرب الطماطم زي ما قلت لكم، والله الكبة دي رهيبة شديد، اليدوية دي مريحة. هي بس بتاخد معاك وقت شوية كده وانت بتضغط، لكن يعني ما عارفة لسه بعرف من الكهرباء. كبيت الزيت وحمرتها، فأنا هحمرها نص استوى بس، ما هحمرها استوى كامل عشان بهارات تنجض في الصوص. فضفت زيت وكبيت الصوص حقي، وكمان برضو بتبله والبهارات اللي أنا حباها. بعد كده ضفت الصلصة، وعندي ضفت 7 بهارات، بودرة بصل، آه، بودرة توم. فهقعد أخليها شوية تستوي مع نفسها كده تتماسك. وضفت الماجي بتاعي، في ناس ما بتحب الماجي فخلاص ما تضيفوها، وحبة ملح، وشوية كمان فلفل. فين تشوفوا زي ما قلت لكم انتوا حابين شنو. هنا ضفت معلقة سكر عشان نوازن الحموضة اللي في الطماطم. فنزلت الكفتة بتاعتي وخليها تتسبك مع نفسها كده، تاخد وقت شوية كده يعني، عشان أنا زي ما قلت لكم حمرتها نص استوى. هنا خلاص خلصت. هضيف رشة بقدونس فوق للتزيين. بعد كده دي كده كفتتي خلاص جهزت، وإن شاء الله يا رب تجربوا الوصفة بتاعتي وتعجبكم، وودوني رأيكم، وتفاعلوا معي في التعليقات. وإن شاء الله أشوفكم في وصفة جديدة. يلا خليكم تشوفوا شوية الكفتة بتاعتي وأشهيكم شوية. يلا باي باي.